اجي فين غاديه؟ اجي تشوفي البريوات الكاوكاو كيفاش كيجيو معلكين واعرين، وبثمن كيتقاموا بثمن بسيط، يعني اقتصاديا ماشي بحال ديال اللوز، وكيجيو واعرين. وفرحي وليداتك وفرحي موالين دارك بهاد البريوات ديال الكاوكاو. تبعي الفيديو من الاول حتى للتالي وتعرفي السر ديال التعليكه كيفاش كيجيو. كيحمقوا غير جربيهم وديريهم لوليداتك على حسابي، ورحمي لي الوالدين. مرحبا، كملي الفيديو حتى للتالي باش ما تقوليش اودي راني ما جاونيش كي بحال ديال فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه فاطمه عقروش، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي نوجدوا بريوات الكاوكاو كيف ما شفتوا، معلكين وواعرين. هاد الكاوكاو هنا خديت الكاوكاو اللي منقي، دهنته بزويته وحشيته في الفران تتحمر شويه، ماشي تحمر بزاف، المهم ما بقاش رطب. ضفت له واحد 2 معالق ديال العسل، وواحد المعلقه ديال القرفه تكون مغربله مزيان، وواحد طريقه د الملح، وغادي نخلط مزيان. بالنسبه فاش طحنت كاوكاو، راني طحنت معاه واحد 4 الحبات تقريبا ديال المسكه الحره. كيجي هاد البريوات كيجيو فنين، كيحمقوا. دابا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزبده. معلقه مقادين اولا معلقه كبيره بومبي ديال الزبده. غادي نخلط مزيان مزيان مزيان. تعرفوا راه فاش كنت كنمونطي هذا الفيديو كنقول لكم اجيو راني خلعت مول داري يسحبوا شنو وقع. وقفت الفيديو وشبعت ضحك وعاد كملت معاكم. وهذه غير مستملحه بغيت نشاركها معاكم، وهذا ما كان. عواشركم مبروك ان شاء الله، يا ربي بالصحه والسلامه والرزق، ويدخل عليكم ان شاء الله رمضان باش ما كتمناو يا ربي، وبتقبل الطاعات يا مولانا الكريم، ويبلغنا سيدي ربي رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. السر نتاع التعليكه ديال هاد البريوات الكاوكاو هي الدليك. دلكوه مزيان، في حاله لا شتو شويه شد راسو ضيفوا واحد 2 معالق ديال الماء زهر. انا هنا جاني كاوكاو، هذا هو القوام اللي بغيت، يعني ما كاين علاش نضيف له الماء زهر. دلكتو مزيان مزيان، غير دلكوه ما تخافوش منه. هانتوما كيتعلك مزيان، وفاش كيطيب راه كيعطي واحد التعليكه ما نعاود لكمش عليها، خطيره خطيره خطيره. جربوه ان شاء الله، وغادي غادي يعجبكم بزاف بزاف، ويجيكم اقتصادي، والصراحه ما كيكلفش بزاف. وبالنسبه للبريوات كتاكلوا شي حاجه نقيه وعارفين اش درتو فيها. غادي نخلي لكم ان شاء الله الثمن في اخر الفيديو ديال البريوات ديال الكاوكاو. صافي غادي نكوروا على هذا الشكل هذا ونرجع معكم. ما بغيتش نطول معكم الفيديو لانني سبق لي ودرت معكم البريوات ديال اللوز، راه نفس الطريقه كيفاش كنكور، يعني كيفاش كنطوي. بالنسبه كيبقى غير الطوي، كاين اللي كيبغي البريوه تكون بومبي كتخليها كويره هكاك وكتطويها على شكل بريوه. كاين اللي كيبغي البريوه تكون مسطحه شويه، كتحاولي تقاديها في وسط داك البريوه لداخل، كتحاولي يعني تلعبي على يعني تبقى تضغطي شويه بيديداتك. هنا خديت كيلو د الورقه. بالنسبه الكيلو ديال الكاوكاو كناخذوا له كيلو د الورقه، كيلو د اللوز كناخذوا له كيلو د الورقه. كيجيو حساب، كيشيط غير واحد 2 جنيبات هكا، يعني بحال كتقدكم كيلو د الورقه الا ما ضيعتوهاش، بحال كيقدكم الكيلو د الكاوكاو. بالنسبه ليا هنا حيدت واحد شويه ديال الكاوكاو محمر وهرمشتو باش غادي نفيني البريوه ديالي. صافي غادي نمشي على هذا الشكل هذا، كنقطعها الورقه ديالي كنقطعها شرائح، كنحاول نجيبها قد الا ما كنتوش يعني كتشدوا الميزان ديالكم، عينكم ميزانكم، حاولوا ديروا واحد الكاباري اولا مسطره اولا وتقطعوا بها. صافي كنمشي على هذا الشكل هذا حتى كنقطع الورقه ديالي كامله، وكنديرها في واحد البلاستيك لان ما خصهاش يضربها البرد. غير كتشم شويه د البرد راه كتشلحف الورقه وكتولي مقرمشه مع الطراف. هذه يعني خصكم ضروري. بالنسبه كنهضروا مع الناس اللي يعني
مبتدئات وما يعني ما عندهمش درايه بهذا الشيء، بهذا العالم هذا، او لا عاد تزوجوا بغاو يديروا هاد الحليوه هذه في الدار ديالهم، هاد البريوه يعني كمعلومه وصافي. صافي غادي نكمل الوريقه ديالي على هذا الشكل هذا. الا وصلتوا حتى لهنا عندكم تنساو لي لايك، الله يجازيكم بخير، ديروا ديك البصيمه باش ما تنساوهاش. ورجعوا كملوا الفيديو ان شاء الله بحول الله حتى للتالي باش تشوفوا يعني كاع يعني كاع الخبايا ديال الطريقه ديال البريوه ديال كاوكاو. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معنا وكيشاهدوا هذا الفيديو، ديروا اشتراك، وفاش ديروا اشتراك غادي يطلع لكم واحد الجرس حتى هو ضغطوا عليه باش يوصلكم الاشعار ديال الفيديوهات ديالنا. هانتوما غادي نطويهم على جوج ونحاول نديرهم في البلاستيك غير بشويه. بالنسبه اللي ما بغاش يديرها بالورقه ديال الورقه العاديه اللي كتخدم عند اصحاب الحلويات، يديرها بالفيلو، غير هي الفيلو غتعذبوا وخصهم يعني يردوا معاها البال وغير بشويه. دائما كنهز الورقه والجهه الملسه هي اللي كنديرها من التحت، كنحيد ديك البليصه اللي تقرمشت. وطبعا بعد ما كورت الكاوكاو كنغطيه بالسلوفان حتى هو باش ما ينشفش، وكنبدا نخدم. هانتوما كنبقى نقادد البريوه ديالي. بالنسبه لهادو الكاوكاو بغيناهم يجيو مسطحين، يعني شكل على هذا الشكل هذا. كيبقى يعني على حسب الطلب، على حسب كل كليان اش كيبغي. صافي. وبنفس الطريقه اللي وجدنا بهم الفيديو اللي قبل ديال البريوات ديال اللوز، غادي نديروا ديك العجين وغادي نلصق به طريف ديال الورقه ديال البريوه. هانتوما كتجي يا سلام، كتجي واعره. بالنسبه للبريوات فاش تخدموهم خليوهم حتى ينشفوا، الا في حاله لا كان الواحد يعني مزروب بالنسبه للكليان او اللي بغات تخدم بهم، الله يجيب لها التيسير والله يسهل على كل واحد. من الاحسن تخليهم يباتوا، الا كانت مزروبه الكليانه هادوك ايوا غادي كنطيبهم. بالنسبه لي انا كنطيبهم في البلاصه، سينو كنقليهم حتى لغدا. الا وجدتهم في الليل كنقليهم حتى لغدا كينشفوا على خاطرهم، وكتقليهم وانتي مطمئنه عليهم ما كيطرطقوا ما حتى شي حاجه. هانتوما بالنسبه للبريو الورقه ما دهنتهاش هنا بالزيت، علاش؟ لان غادي تقلاو اصلا في الزيت، ما كاين علاش. صافي كندهن على هذا الشكل هذا. وكنمشي دائما الجهه الملسه هي اللي كنديرها من التحت، والحرشه كنديرها من الفوق. كنمشي دائما على هذه الطريقه هذه. هانتوما راه باينه. ودائما صبابعي كيكونوا في الجنيبات ديال البريوه باش ما كنخليهاش محلوله وتخرج لي الحشوه في وسط الزيت، لان الا خليتوها محلوله مع الجنيبات فاش غادي ديروهم في المقله غادي يخرج لكم الا كان كاوكاو او اللوز البريوات ديالاش ما كانوا، راه غادي تخرج لكم الحشوه في الزيت وتضيع لكم، تحرق لكم الزيت وما يعني والبريوه تخسر لكم. كنمشي على هذه الطريقه. غادي نعاود معاكم. هانتوما حاولت ما نزربش الفيديو باش يعني تشوفوا الفيديو كامل مكمل. زيد معكم وحيده.
الواحد واخا يدير غير نص كيلو لوليداتو راه مزيان، احسن مما يشريها من الزنقه ما كيعرفهاش باش عامره بعدا. ان اصحاب المحلات بعض المره الله يهديهم صافي وكنمشيو على هاد الطريقه هذه. كما قلت لكم ممكن توجدوهم لوليداتكم واخا غير نص كيلو، وكيدير لكم تبارك الله كيحط البركه وتفرحوا بها وليداتكم، كيطلق الواحد الريحه ديال رمضان في البيت ديالو. سبحان الله فاش كتبدا الحلويات كتشمي رائحه رمضان جايه تبارك الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه يا ربي، وبالشفاء لكل مريض يا ربي، شفي مرضانا ومرضى المسلمين، وبالرحمه لكل ميت. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا ربي، ويألف بين قلوبنا جميعا يا ربي، ويطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد، وينقينا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين يا رب العالمين. لينا جميعا كاع اللي كتشاهد هذا الفيديو الله يجعل لها نصيب من هاد الدعوات يا ربي آمين. وتا المشاهدين راه ما عنديش غير المتتبعين المتتبعات، عندي تا المتتبعين ما شاء الله. الله يحفظكم جميعا يا ربي ويخليكم اللي عزيز عليكم يا رب. هانتوما من بعد ما طويت هذاك الكيلو ديال الكاوكاو جا على هذا الشكل هذا تبارك الله، حط الخير والبركه. غادي نسخن الزيت، كيكون دائما حمام زيت، وغادي نحط البريوات ديالي على هذا الشكل هذا، وكنحاول كنخليهم غير شويه، وكنقص النار بعد ما كيسخن الزيت. راه كنقص النار باش ما يتحرقليش الورقه دغيا، والحشوه الا تحرقت راها كتيبس وما كتبقاش عاطيه واحد المذاق زويون بنين. حنا عندنا الغرض هنا غير بالورقه هي اللي تقرمل، اما الحشوه راه اصلا الكاوكاو محمر كله. صافي غادي نقلي البريوات ديالي وكنحاول معاهم جاد ما نحس بهم طابو غير يذهبوا غير واحد شويه، ما نخليهمش يدخلهم الحموريه بزاف لان غادي يتحرقوا لكم. صافي وهانتوما غادي تشوفوا فاش غادي يطيبوا ونهزهم كيفاش غادي يكون اللوين ديالهم يلاه مذهبين. هنا حيت القليه وعاودت قليه اخرى. غادي نوريكم ان شاء الله البريوات كيفاش كيجيو اللوين ديالهم، وكنكون موجده العسل حدايا غير كنهزهم من الزيت وكنصفيهم، كنحاول نصفيهم من الزيت مزيان مزيان بالصفايه ونديرهم في العسل. هانتوما شوفوا اللوين كيفاش كيجي ما هوش محمر بزاف، ما هوش باقي بيض، غير مذهب، غير دخلاتو ديك التذهيبه ديال القليه. وكنديرهم في العسل البريوات. السر باش يكونوا بنان 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 كنخليوهم ليله كامله. مثلا هنا قليتهم في الليل، غادي نخليهم ليله كامله في العسل. وراني ما درتش السكر في الكاوكاو، يلا واحد 2 معالق باش طحنت الكاوكاو مع المسكه الحره. صافي العسل يعني الا كليتي البريوه كتاكلي كاوكاو ما كتاكليش سكر سنيده. هذا هو اللي الفرق بين اللي كيطيح الثمن البريوه وبين اللي يخدمها بثمن يعني معقول. ملي كتشوفي الثمن طايح عرفي راه يا اما لوز يا اما بريوه راه معمرين السكر. مثلا اللوز كيديروا النص ديالو سكر وزيدي العسل، يعني راه عندهم الربح. هذا هو اللي بغيت تعرف، اللي بغيت يعرفوا الناس بالنسبه للبريوات الى كان الثمن ديالهم. بالنسبه للثمن هنايا البريوات الكاوكاو انا شخصيا كنخدمهم ب 2400 يعني 120 درهم. ويلا واحد البركه. اللهم ادمها نعمه وحفظها من الزوال واتنا خيرا منها يا رب العالمين، وبصحه والراحه الكليانه. هنا قليت هنا يلا صورت معكم كيلو ديال البريوه ديال الكاوكاو باقي كنعسل، وبغيتكم باش يوصل لكم الفيديو وتخدموا البريوات ديالكم في الدار ديالكم. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.